بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجائبي. اتكلمنا في فيديوهات تانية كتير عن مواقف من حياة طماف إيريني وصداقتها مع القديسين. النهاردة هنتكلم او طماف إيريني هتحكي بنفسها. احنا هنتكلم يعني ان هي ازاي بتحكي عن موقف في حياتها، بيقول ان بيعلمنا ازاي ان احنا نبعد عن الإدانة وعن خطية الإدانة وعواقبها ايه. بس قبل ما نتعرف على موقف النهارده وقصه النهارده، يا ريت اللي بيسمعنا لاول مره يدعمنا باشتراكه في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل اشعار بتقدمه قناه البابا كرولوس ومريمين العجائبي. تعالوا بينا نتعرف النهارده ونعرف موقف قصه النهارده بتحكي وتقول ايه. طماف إيريني بحكم ان هي راهبة اتعودت ان هي كل يوم كل ما ترجع قلايتها بالليل ان هي تقعد تحاسب نفسها في ركن الصلاة بتاعها وتراجع هي ايه اللي حصل في يومها وايه الغلط اللي هي عملته وتبدأ تقدم توبة عنه وتصلي. بتقول في يوم من الأيام وهي في الكنيسة شغل انتباهها كده حديث بين بعض الراهبات عن الشغل اليدوي وطول القداس طول القداس وهم عمالين يتكلموا. فطماف إيريني استغربت. بتقول ولما رجعت لقلايتها وهي ماشية شافت موقف تاني بين راهبتين كده، اتعجبت من السلوك بتاعهم، بس هي كان كل ده جواها ما كانتش بتتكلم او يعني بتطلع من بقها او اي كلمة تدين الراهبات اللي هي كانت بتسمعهم دول. بتقول كان في اعتقادها يعني ان استغرابها ده ما يعتبرش إدانة، ونسيت اللي حصل خالص وعدى الموقف. يعني بتقول بالليل في نفس اليوم وهي واقفة في ركن الصلاة بتاعها وبتحاسب نفسها كالمعتاد كل يوم يعني قبل ما تنام، قالت في نفسها، بتقول هي لنفسها انت فيكي ضعفات كتير مخفية، ومن المحتمل ان يكون في الآخرين ضعفات واضحة وظاهرة لكنها قليلة. وبعدين بدأت تصلي وتطلب معونة ربنا. بتقول فجأة لقيت نفسي في مبنى كبير جدا وليه باب حديد واقف عليه شخص، وفتح الباب وراح مدخلها جوه المبنى ده. بتقول لقيت ان المكان ده بيقبض الواحد كده وكئيب جدا جدا، وكان ضلمة خالص، وفي ريحته صعبة جدا، الريحة وحشة خالص، والجدران بتاعته كلها حجر، والأوض بتاعته شبه الخنادق. وبتقول شافت راهبات واقفين، كل راهبة واقفة في خندق ده من الأوض دي يعني، وعمالة تبكي على آخرها. فطماف قالت لهم انتوا ليه هنا في المكان الصعب ده؟ انا مش قادرة احتمل الريحة الصعبة، الريحة الكريهة يعني صعبة جدا. فالراهبات دول قالوا لها احنا كنا بندين امنا الرئيسة واخواتنا وكنا بنتدخل في سياسة الدير. وبعدين هم سألوا طماف إيريني وقالوا لها وانتي ايه اللي جابك هنا؟ قالت لهم انا النهاردة وقعت في خطية الإدانة. بتقول طماف حاولت اخرج من المكان بسرعة وقعدت تدور على باب، ما لقيتش غير سلم بيطلع على الباب اللي هي دخلت منه، وهناك لقيت شخص لابس لبس ابيض، وفكرت في جواها يعني ان هي تديله اي حاجة عشان يخرجها من المكان ده، لكن هو قال لها انا حارس المكان ده ومش باخد فلوس، وانتي شفتي انه صعب ازاي. قالت له طب انا عاوزة اخرج من هنا عشان انا مش قادرة احتمل خالص المكان او الريحة، والمكان صعب خالص. فرد الشخص ده قال لها كل اللي هنا كانوا بيدينوا ومش هيخرجوا، لكن انتي الوحيدة ليكي اذن انك تدخلي تشوفي وتخرجي، فخلي بالك بعد كده. فقالت له خلاص انا تبت ومش هدين تاني وعاوزة اخرج من هنا. فبتقول بسرعة خرجها ووراها طريق ضيق جدا جدا ما تقدرش ان هي تمشي فيه الا بجنبها. وبتقول في الوقت ده يعني لما تيجي تمشي بالجنب هيتعرض وشها او ظهرها ان هو يتحك في الحيطة والجدران الحجر بتاعت الطريق ده. وكمان وراها طريق تاني واسع جدا ممكن عربية بحالها تعدي فيه، وفيه ناس وانوار منورة كتير جدا، وقال لها في نهاية الطريق الضيق ده هتلاقي الدير، اما في الطريق الواسع ده هتوهي ومش هتعرفي توصلي. فقالت له لا انا همشي في الطريق الضيق ده. بتقول بدل ما تمشي بوشها ويتسلخ مشيت بظهرها.
بتقول فعلا ظهرها قعد ان هو يحتك بشدة في الحيطة يعني، ومشيت مشوار طويل. الطريق الضيق ده كان طويل جدا جدا، لغاية ما في الاخر لقت البوابة الكبيرة اللي بتوصل للثلاث كنايس المحيطة بالدير. وكان الدخول زمان من خلال الباب الشرقي. فبتقول دخلت لقليتي وسجدت يعني، وهي بتقول اخطيت يا رب سامحني، اشكرك ان انت ما سبتنيش في المكان الصعب ده، من فضلك يا رب اديني توبة وساعدني ان انا ما ادينش حد تاني ولا انتقد حد تاني. فطماف إيريني بتقول ان هي اتنبهت كده، لقت نفسها ساجدة في ركن الصلاة والارض تحتيها غرقانة دموع، وحست بان ريحة المكان الوحشة ده لسه موجودة في انفها، يعني مناخيرها الريحة لسه شامة الريحة وحشة خالص. بتقول قضت الليل كله ان هي تصلي وتقدم توبة ودموع، وبتصلي بحرارة جدا، وكانت بتطلب من ربنا ان هو يساعدها ان هي تبدأ بداية جديدة وتبعد تماما عن إدانة الناس والراهبات واي حد يعني. بتقول تاني يوم حست بألم شديد في ظهرها وكتفها كل ما تحاول ان هي توطي. وبعدين في امنا يعني اسمها امنا مرتا، بتقول اول ما شافت منظر ظهرها قالت لها ان ظهرها كله متسلخ وهدومها كلها دم. فحطت لها ميكروكروم وقعدت 3 ايام طماف إيريني تعاني من ارتفاع درجة حرارة اللي وصلت ل40 درجة من شدة الجروح اللي كانت في ظهرها. وكانت جسمها منهك جدا وهي مش قادرة، وحاسه بتعب شديد جدا من المنظر والريحه والمجهود اللي هي بذلته في المكان اللي هي شافته، وكمان الطريق الضيق اللي مشيت فيه. بتقول كمان ان بقية الراهبات اللي في الدير حسوا ان هي في حالة اعياء شديدة، ان هي تعبانة جدا، فكانوا بيسألوها على طول ايه اللي فيها وهي تعبانة من ايه، فكانت بتقول لهم خطيتي هي اللي عملت فيا كده. بتقول فضلت على الحال ده لغاية ما جالهم اب اعتراف في الدير اللي كانت الراهبات بتعترف عنده، وكان بيجيلهم مرة كل اسبوع. فقعدت حكت له كل اللي حصل لها، وقال لها كده اشكري ربنا ان اداكي درس من البداية عشان ما ادينيش حد بعد كده، وما يكونش ليكي اي دخل لا بالدير ولا بالراهبات ولا باي حد تاني. طماف إيريني بتقول ان هي التزمت فعلا بنصيحته، وكانت بتحرص ان هي بتحط قطن في ودانها عشان ما تسمعش اي حديث يدور بين الام الرئيسة واي راهبة موجودة. بتقول ان هي كانت في حلها من قليتها للشغل، وخدت عزمت يعني ان هي ان الدنيا لو اتشالت واتهدت من حواليها كأنها مش موجودة في الدير، يعني ملهاش علاقة بأي حاجة، لو ايه بالذي حصل لو الدنيا كلها اتهدت هي ملهاش علاقة خالص. بتقول حتى امنا كرية كانت بتقول لها، كانت بتحبها جدا، وهي طماف إيريني كانت بتحبها. بتقول لها كانت دايما تقول لها تعالي يا امنا إيريني انتي معرفتيش، ولسه هتحكي لها على موضوع طماف إيريني تقاطعها وتقول لها معرفتش ومن فضلك مش عايزة اعرف. فكانت امنا كرية تفهم قصدها وما كانتش تزعل منها لان هي عارفة هي قصدها ايه. بتقول لو طلبت واحدة من الراهبات منها ان هي توصل اي خبر لأمنا الرئيسة يعني، بتقول ان هي كانت بتنقله بطريقة لطيفة، ولو حد دخل عليهم وهي بتتكلم مع الأم الرئيسة يعني يحكي لها حاجة ويقول لها شكوى، كانت بتعمل نفسها ان هي هتاخد القلة تروح تملاها، او تروح هتغسل مواعين او تعمل اي حاجة. كانت يعني بتجري او بتسعى ان هي ما تقفش تسمع اي حاجة عن حد، او ان هي يعني كانت بتسد ودانها عن هي تسمع اي حاجة عشان ما تقعش في خطية الادانة، ولان هي عانت كتير من المنظر والريحة اللي هي شافتهم. ده معناه ان خطية الإدانة مش خطية سهلة خالص، ولا ان احنا بنتكلم على الناس او نجيب سيرة حد، ده مش صعب خالص، ده عقابه شديد جدا. وان احنا بنجيب في سيرة حد او ندين حد سواء مش مجرد ان احنا نقول يعني، لا مجرد ان احنا نفكر في حاجة زي كده دي تعتبر خطية إدانة، وهنتحاسب عليها لو ما تبناش عنها وقدمنا توبة بدموع لربنا.
ربنا يرحمنا من ان احنا نقع في خطية الإدانة ببركة شفاعة العذراء أم النور وطماف إيريني وكل القديسين. كده بنكون وصلنا لنهاية قصة النهاردة. ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجايبي. اذكروني في صلواتكم. سلام.